السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر كريم مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا طبعا مع العالمي انت عالمي. معانا دلوقتي باشمهندس كريم زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الأبعاد بتاعة العربية بخط مستقيم علشان نظبط الأبعاد بتاعتنا على قد ما نقدر. زي ما احنا شايفين اهو مستر كريم معانا يبدأ يظبط الزاوية بتاعته ويبدأ ان هو يرجع واحدة واحدة. لازم يكون شايف المراية بتاعته فيها قمع يمين وقمع شمال علشان يبدأ وهو بيتحرك يشوفهم كويس، وفي نفس الوقت يعرف يظبط الزاوية بتاعته، يعرف يتحكم في الدركسيون، سنس الفرامل، البنزين، الدبرياج. البنزين الفرامل اللي من غير دبرياج عشان دي اوتوماتيك، دي عربيته الشخصية طبعا. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبدأ يرجع، عدى أول قمعين وهيبدأ يرجع مع آخر قمعين. أتمنى له طبعا الخير والتوفيق ونخش إن شاء الله على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس كريم. زي ما احنا شايفين دلوقتي في السيشن الأخير بتاعنا ماشيين في طريق فيصل على الطريق الزحمة زي ما احنا شايفين بالليل. معانا باشمهندس كريم هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. والله يا جماعة يعني بصراحة أنا واحد اتعلمت السواقة على كبر. رحت مدارس كتير بصراحة، يعني ما استفدتش أي حاجة خالص، أي حاجة خالص. اتعلمت على مانوال واتعلمت على أوتوماتيك، ما استفدتش أي حاجة خالص، وبدون ذكر أسامي يعني. لغاية لما سبحان الله الراجل الطيب اللي جنبي ده مهندس خالد، لغاية لما جالي بصراحة هو جالي نجدة من السماء يعني. تسلم الله يخليك. والله العظيم بجد يا جدعان، انا واحد كنت بفكر ابيع العربيه، كنت واحد بفكر ان انا انسى ان انا اسوق في حياتي خالص. كنت ببكي من جوايا لما مثلا اشوف واحده ست مثلا بتسوق ولا عيل صغير بيسوق ولا الكلام ده كله. انا يا جماعه دلوقتي انا عمري ما كنت متخيل ان انا ابقى ماسك ما شاء الله ماسك الطاره كده، انا ماسكها بايد واحده يا جماعه. الراجل ده راجل عظيم، الراجل ده فعلا راجل عظيم. تسلم الله يخليك. وهو مش هو اللي طلب مني ان انا اعمل الريفيو، لا انا اللي قلت له. الراجل ده بجد يا جماعه احسن وافضل واحد واكتر واحد عنده ضمير ان هو يعلم القصه دي، الشغلانه دي، لان الموضوع مش سهل ومش صعب. انا شفت معاه السهوله لكن كان بالنسبه لي مستحيل. فبجد يا جماعه ربنا يبارك له، وهو بقى اخ، ما بقاش يعني بقى لا مهندس ولا بقى اخ وصاحب حبيبي. بجد يا خالد انا بشكرك، وربنا يوفقك ويكرمك ويجعل الخير اللي انت بتعمله ده في حياتك ولاسرتك ان شاء الله على طول. ده شرف ليا طبعا ان اكون مدرب ليك طبعا، واتمنى انت ان اخ أكون يا باشا مش مدرب بصراحه، واكون وصلتك للحلم بتاعك. والله بجد يعني يا جماعه انا كنت فاقد الامل يعني. الحمد لله زي ما انتم شايفين، ولا بمسك دركسيون ولا بدوس له فرامل ولا اي حاجه. هو ما شاء الله بقى مستواه ممتاز جدا. ولو يا جماعه شفتوني في فيديو عند حد تاني، يا جماعه الفيديو ده كذب، يعني الفيديو ده كذب. لو اي قياده سياره، اي حد، واحده او واحد كان صور معايا الفيديو ده كذب، الفيديو ده كذب 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 كذب. ان انا ما كنتش بعرف اسوق وهم عايزين ياخدوا الريفيو وخلاص، بس كده. يعني استفدت عندنا عن اي حد بره؟ الحمد لله بفضل الله، الحمد لله. كنت جاي في الاول رهبه وفوبيا وخوف طبعا، وما كنتش عندك اصلا اساس ان انت تسوق السواقه؟ لا خالص خالص خالص. طب دلوقتي الحمد لله، يعني دلوقتي انا استحاله كنت امشي في الشارع ده يعني. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وبشكرك جدا جدا يا خالد. خلود بقى انت بقيت اخ بصراحه حبيبي يعني. الله يخليك بجد يا حبيبي حبيبي. اتمنى ليك التوفيق ان شاء الله بخير، ونتمنى نشوفك ان شاء الله وعربيتك سعيد ان شاء الله دايما ومعانا على الطريق. شكرا ليك يا باشمهندس كريم. السلام عليكم.